أنا قبل ما بافكّر في نَفْسي بافكّر فيكِ أنتِ الأول، ومش مصدّقة إن أنتِ لسه لغاية دلوقتي بتعمليها بطريقتِك العادية، ارمي الدقيق في الحليب المغلي وعينِك ما تشوف إلا النار. هتصدقيني لو قُلت لِك إن أنتِ بكوباية الدقيق دي وكوباية اللبن هتعملي أزيد من 17 قطعة وكمان بدون فرن؟ فيالّا بينا نشوف الطريقة. في الأول أنا جِبت كوباية من اللبن، نزلت فيها في طاسة بالشكل ده وعليها معلقتين 2 بالعدد من الزيت، أي نوع زيت متوفّر عندِك، هارفعهم على النار. ودلوقتي بقى أنا عاوزة أخلط كويس جدًا اللبن مع الزيت بحيث إن هو يكون خليط واحد وما يكونش الزيت بيطفى على الوش بالشكل ده. تقليب مستمر والنار بتاعتي وسط لغاية ما بقوا خليط واحد بالشكل ده. أول ما يبدأ بقى اللبن بتاعي يدخل على غليان هابدأ إن أنا أجيب هنا كوباية من الدقيق هنخلها كويس جدًا بالشكل ده. لازم ننخل الدقيق كويس. بعد ما نخلت الدقيق هاضيف عليه رشة بسيطة من الملح، وبعدين بارجعه تاني في الكوباية علشان أعرف أتحكم فيه وأنزله وأقلّبه بسرعة جدًا. بعد كده هابدأ بقى إن أنا أقلّب الدقيق مع اللبن كويس أوي، وفي الخطوة دي بقى نقلّب بسرعة عشان أنا مش عاوزة يحصل فيه أي تكتلات تمامًا. يُفضّل لو استخدمنا الإسباتيولا بالشكل ده هتسهّل علينا في التقليب. بعد ما قلّبته كويس بالطريقة دي، وطبعًا اوعوا تنزّلوا إيديكم في الوقت ده لإن هو سخن جدًا. أنا أول ما بيلِم معايا بالطريقة دي باطفي النار، وقبلها باكون مخلّية النار هادية جدًا. هانزّلهم بقى في طبق، وطبعًا هو لسه سخن بس أنا أقدر أستحمله. بعد كده جِبت باكيت من الفانيليا وبدأت إن أنا أكمّل عجن بيه بالشكل ده. و اوعي تسيبيه لغاية ما يهدى تمامًا عشان ما يجلِّدش معاكِ. اشتغلي فيها وفي العجينة وهي دافية لغاية ما تلِم معاكِ بالشكل ده. بعد كده هنبدأ إن إحنا نقسّمها لكِوَر. وطبعًا أنا عاملة كِوَر الحجم الكبير، أنتِ ممكن تصغّري وتعملي الكِرة الواحدة باللي أنا عاملاه ده ل2. تمام أوي كده. بعد كده هاسيب الكوب دي على جنب وهاجيب هنا حلة أو كسرولة وهاضيف فيها كوباية من السكر عليها نص كوباية من المَيّة عصير ليمونة. بارفعهم على النار، باحسب بعد الغليان لمدة 3 دقايق وبكده نكون عملنا الشربات التقيل ونسيبه لغاية ما يبرد معانا. معايا هنا كل كورة أنا فردتها كده على شكل صوبع، وبعد كده بدأت إن أنا أشكلها بالمشط ده أنا مخصصاه للمطبخ، باشكلها على شكل خواتم بالطريقة دي. طريقتها سهلة جدًا وبسيطة ومش محتاجة أي وقت ولا مجهود. كمان إحنا ممكن نعملها على شكل اللي هو الحلزونة بالطريقة دي وبرضه بمنتهى السهولة. كمان ممكن نعملها على الشكل الطولي وبرضه بتدّي منظر جمالي حلو جدًا. وأنتِ طبعًا ممكن تشكّلي على المصفى بتاعتِك أو ممكن تشكّلي كمان على المبشرة. في حاجات كتير جدًا. أنا إن شاء الله هاعمل معاكم فيديو تشكيل الحلويات دي بتكون سهلة وبسيطة ومش محتاجة وقت خالص. خلاص كده الشربات خلاص تقل معايا وحسبت له 3 دقايق بعد الغليان وسِبته كده عشان يبرد معايا. وهنا جِبت كمية من الزيت، طبعًا مش لازمًا يكون زيت غزير، بس أهم حاجة إن هو يكون سُخن كويس جدًا. باختبره طبعًا بقطعة من العجينة بتاعتي، لو طافت على الوش يبقى هو كده سُخن. بانزل بقى بيهم كده وما تكتريش في المَرّة الواحدة علشان ما تفكِّش معاكِ. وبعد كده بابدأ إن أنا أقلّبها لغاية ما تاخد اللون الدهبي وأخرّجها من الزيت على طول على الشربات البارد اللي أنا سايباه على جنب. نقلّبه بقى في الشربات لغاية ما يشرب كويس جدًا من الشربات وننزل بباقي الكمية. وتعالوا بينا بقى نقدّم اللهم بارك أحلى وأجمل تحلية. ونصيحة مني لكم ضاعفوا الكمية لإن اللهم بارك ولادكم هيحبوها جدًا. لو بتفكّري تعملي تحلية لولادِك سهلة وسريعة وبسيطة وبدون فرن وبدون مجهود، فمش هتلاقي أحسن من الوصفة دي. كمان إمكانياتها ومقاديرها بسيطة جدًا. ويا ستي لو مش عندِك لبن أنتِ ممكن تعمليها بكوباية مَيّة وتطلع معاكِ بالجمال ده. ولو وصلتوا لغاية هنا بقى من الفيديو قولوا لي الفيديو ده يستحق منكم كام من 10. وكمان يستحق إن أنتم تقولوا لي تسلم إيدِك والّا لأ. جربوها هتعجبكم أوي. شايفين بقى اللي هو الشكل الحزونة دي كانت ممتازة.